العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلي. مشاهدينا في كل مكان، نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية نستهلها بالعناوين. كلية التجارة والعلوم الاجتماعية تخرج أكثر من 1000 طالب بالدبلوم والبكالوريوس. المجلس المركزي لجمعية المعلمين يعقد اجتماعه الدوري. مركز الشتول بمديرية حلحل يجهز نحو 370 ألف شتلة لدعم حملة التشجير. هجوم مسلح يقتل 15 شخصا في ولاية بينيو وسط نيجيريا. بوتين يشيد بالسيطرة على مدينة استراتيجية وزيلينسكي يتوعد. بريطانيا وإيطاليا واليابان ترسي عقدا لبناء مقاتلة جديدة. أهلا بكم. خرجت كلية التجارة والعلوم الاجتماعية 1018 طالب، بينهم 536 طالب بشهادة البكالوريوس خلال حفل أقيم بالعاصمة أسمرة. وأوضح عميد الكلية الدكتور ستيفانوس هيلا مريم أن الخريجين أنهوا دراساتهم في تخصصات المحاسبة وإدارة الأعمال والإدارة العامة والاقتصاد والمحاسبة واللغة الإنجليزية والجغرافيا والتاريخ والقانون وعلوم المكتبات والمعلومات وعلم الإنسان وعلم الاجتماع، إلى جانب السياحة وإدارة الفنادق، مشيرا إلى أن نسبة الخريجات بلغت 47% من إجمالي عدد الخريجين. وفي كلمة ألقاها وزير الإعلام السيد يماني قبر مسقال بصفته ضيف الشرف الحفل، هنأ الخريجين وأسرهم وأعضاء هيئة التدريس بهذه المناسبة، مؤكدا أن الاستثمار في تنمية الموارد البشرية يمثل أحد المرتكزات الأساسية للسياسات التنموية في إريتريا، وذلك لما له من دور حاسم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على توظيف الموارد الوطنية بكفاءة، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأضاف الوزير أن التطورات المتسارعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والانتقال المتزايد نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي تفرض تعزيز الاستثمار في التعليم وتنمية الكفاءات الوطنية، بما يمكن البلاد من مواكبة التطورات العالمية وتقليص الفجوة المعرفية والتكنولوجيا، داعيا الخريجين إلى الإسهام بفعالية في مسيرة التنمية الوطنية والحرص على تطوير معارفهم ومهاراتهم من خلال التعلم المستمر والبحث العلمي. من جانبه أعرب ممثل الخريجين عن تقديره للدعم الذي حظوا به من أسرهم وأساتذتهم والدولة، مؤكدا التزام الخريجين بأداء واجباتهم المهنية بروح المسؤولية والانضباط والإسهام في خدمة الوطن. واختتم الحفل بتكريم الطلبة المتفوقين، حيث منحت الميداليات للذين حققوا أعلى المعدلات الأكاديمية. وتشير سجلات الكلية إلى أنها خرجت منذ تأسيسها قبل 19 عاما أكثر من 14 ألف طالب وطالبة بالماجستير والبكالوريوس والدبلوم. عقد المجلس المركزي لجمعية المعلمين اجتماعه الدوري الثاني يومي 3 و4 من يوليو في العاصمة أسمرة. واستعرض مسؤول الجمعية في الأقاليم ومقر ساوى والمكتب المركزي تقارير أنشطتهم وتبادل الخبرات. وأوضح رئيس الجمعية الأستاذ سمعون محاري بأن الاجتماع يهدف إلى تقييم دقيق للتقارير المقدمة وتقديم توصيات من شأنها تعزيز العمل المشترك في المستقبل. وعقب المناقشات شدد المشاركون على ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب المعلمين واحتياجاتهم والعمل المنسق لتنفيذ الخطة الموضوعة بفعالية، وكذلك إجراء برامج تدريبية منتظمة لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين. وأصدر المجلس المركزي توصيات تهدف إلى العمل على رفع الوعي المجتمعي لتنفيذ رؤية الجمعية وبذل جهود جادة لتحسين جودة التعليم من خلال تعزيز القدرات المهنية للمعلمين وتوسيع مباني المدارس وترميمها لخلق الأرضية الملائمة للعملية التعليمية. وكان المجلس المركزي لجمعية المعلمين قد أعد خطة عمل خمسية خلال اجتماعه الأول في شهر نوفمبر 2025.
أعلن مركز الشتول في مديرية حلحل عن استكمال تجهيز نحو 370 ألف شتلة تضم أكثر من 180 ألف شتلة من الأشجار المستوطنة. وأوضحت مديرة مركز الشتول السيدة حنان سعد أن الشتول الجاهزة تشمل أشجار الزيتون والكاليتوس، مشيرة إلى أنها ستوزع لزراعتها في مديريات حلحل وأسماط وحملمالو وكرن، إلى جانب غرسها في مجاري المياه والمدارس ودور العبادة والمنازل. وفي سياق متصل، نظمت هيئة الغابات والحياة البرية برنامجا تدريبيا عمليا استهدف أعضاء وزارة الزراعة والعاملين في الهيئة بمديريتي حملمالو وحلحل بهدف رفع كفاءتهم في تنفيذ أعمال التشجير ورعاية الشتول. وأكد ممثل هيئة الغابات والحياة البرية في إقليم عنسبة السيد كستيتاس فاسين أن هذا التدريب يأتي في إطار الاستعدادات لانطلاق حملة التشجير التي سيقودها الطلبة خلال الأسبوع المقبل، بما يسهم في إنجاح جهود التنمية البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية. خرجت شرطة إريتريا في 2 يوليو 24 عضوا بعد استكمال دورة تدريبية في إدارة السجلات استمرت نحو 2 وأسبوعين بمركز تدريب قوات الشرطة والأمن في دقم حريب بمشاركة أفراد يمثلون كافة أقاليم البلاد. وأوضح مسؤول فرع التعليم بالمركز المقدم عن دوم محري أن البرنامج التدريبي اشتمل على محاور نظرية وعملية تناولت إدارة السجلات الشرطية وآليات عمل مراكز الشرطة وأخلاقيات المهنة، وكذلك القانون والعلاقات العامة والتربية الوطنية، إلى جانب الحراسة والجوانب المهنية الأخرى، بهدف تعزيز كفاءة أفراد الشرطة في أداء مهامهم. وأشار المقدم عن دوم إلى أن أعمال التسجيل والتوثيق تمثل الأساس الذي تستند إليه جهود الوقاية من الجريمة والتحقيق فيها، مؤكدا أهمية الدقة والاكتمال في تدوين المعلومات والبيانات لضمان كفاءة العمل الشرطي وتحقيق العدالة. وفي ختام الدورة تسلم الخريجون شهادات التخرج والجوائز التقديرية من قائد مركز تدريب قوات الشرطة والأمن العميد آدم كوكل وعدد من المسؤولين. قدم الاتحاد الوطني للمرأة بإقليم جنوب البحر الأحمر بالتعاون مع لجنة أصدقاء الاتحاد قدم مساعدات مالية ل30 أسرة تعيلها المرأة في مدينة عصب. وخلال المناسبة أشاد ممثل مدير إدارة إقليم جنوب البحر الأحمر السيد برهان كيدان بالجهود التي يبذلها الاتحاد الوطني للمرأة ولجنة أصدقاء الاتحاد في حشد الدعم لمساندة الأسر المحتاجة، داعيا إلى توسيع هذه المبادرات واستمرارها. من جانبه أوضحت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة بإقليم جنوب البحر الأحمر السيدة روتا تكيم أن الأسر المستفيدة تم اختيارها بالتنسيق مع سكان أعيان القرى وممثلي الاتحاد وإدارات الضواحي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرة إلى أن برنامج المساعدات سيستمر لمدة عام كامل. بدوره أكد مسؤول فرع العمل والرعاية الاجتماعية بإقليم جنوب البحر الأحمر السيد يوسف السهيم أن النتائج الإيجابية التي حققتها برامج الدعم التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع الداعمين تستوجب تعزيز الشراكة بين مختلف الجهات. وفي سياق متصل، قام مستشفى عصب بتسليم 6 كراسي متحركة لعدد من أعضاء جمعية ذوي الإعاقات الذهنية. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، لقي ما لا يقل عن 15 شخصا مصرعهم في هجوم مسلح وقع في ولاية بينيو وسط نيجيريا وفق تقرير أمني ومصادر محلية في أحدث حلقة من أعمال العنف التي تشهدها الولاية. وتعيش ولاية بينيو الواقعة في منطقة الحزام الأوسط وسط نيجيريا اضطرابات أمنية متكررة على خلفية نزاعات على الأراضي بين مزارعين ومربي ماشية، فضلا عن عمليات خطف مقابل فدية تنفذها عصابات تعرف باسم قطاع الطرق. وذكرت سلطات منطقة مبارجي في بيان أن ما لا يقل عن 15 شخصا قتلوا في الهجوم، مشيرة إلى أن بين المصابين نساء وأطفال.
ورجح التقرير الأمني أن يكون الهجوم جاء انتقاما لمقتل زعيم اتحاد محلي للرعاة في ولاية بينيو يوم 26 من يونيو، إضافة إلى مقتل شخص آخر في منطقة أوتوكومبو. أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسيطرة قواته على مدينة كوستيانتينيفيك الاستراتيجية في شرق أوكرانيا، بينما تعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بإنتاج ما يكفي من الأسلحة عالية التقنية لتتجاوز قدرة روسيا على المدى الطويل. وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في تصريح للصحفيين أنه تمت السيطرة بالكامل على مدينة استراتيجية، مؤكدا أن المدينة أصبحت الآن بكاملها تحت سيطرة القوات الروسية. وقال بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين توجه إلى مركز قيادة تابع للجيش الروسي، حيث استمع إلى تقرير من هيئة أركانه وشكر الجنود الروس، مشيرا إلى أن القوات الروسية باتت تسيطر أيضا على كامل منطقة لوغانسك في شرقي أوكرانيا. وتعد المدينة معقلا محصنا للقوات الأوكرانية، وتقع عند محور يؤدي إلى آخر المدن الكبرى التي ما زالت تحت سيطرة كييف في إقليم دنباس. قالت الحكومة البريطانية إنها أرست بالتعاون مع إيطاليا واليابان عقدا بقيمة 6.14 مليار دولار بخصوص المشروع الصناعي المشترك إيد جونغ لبناء المقاتلة الجديدة ضمن برنامج القتال الجوي العالمي، في خطوة تنقل المشروع إلى المرحلة التالية من التطوير. وبعد تأخير استمر 9 أشهر بسبب ضغوط على الميزانية العسكرية، تعهدت بريطانيا بتخصيص 8.6 مليار جنيه استرليني للبرنامج على مدى 4 سنوات لتغطية حصتها من تمويل المشروع الثلاثي في إطار جهودها لتعزيز القدرات الدفاعية. ويأتي إرساء هذا العقد بعد انهيار مشروع منافس لتطوير مقاتلة فرنسية ألمانية في يونيو، مما ترك التحالفات الدفاعية الأوروبية في حالة تقلب، وزاد من احتمال سعي دولة أخرى للانضمام إلى البرنامج. أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن استعداد الصين للعمل مع الدنمارك لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري وإطلاق مناقشات حول نسخة جديدة من برنامج العمل الأخضر المشترك، وتعميق التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار والنقل البحري الأخضر والرعاية الصحية. جاء ذلك خلال محادثات وانغ مع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن. وأشار وانغ إلى أن الصين والدنمارك بفضل تاريخهما الطويل من التبادلات حققتا العديد من الإنجازات الرائدة. من جانبه أكد راسمونسن التزام الدنمارك بسياسة الصين الواحدة، وقال إن الجانب الدنماركي يتطلع إلى استمرار التبادل مع الصين على جميع المستويات. نختم هذه النشرة بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. كلية التجارة والعلوم الاجتماعية تخرج أكثر من 1000 طالب بالدبلوم والبكالوريوس. المجلس المركزي لجمعية المعلمين يعقد اجتماعه الدوري. مركز الشتول بمديرية حلحل يجهز نحو 370 ألف شتلة لدعم حملة التشجير. هجوم مسلح يقتل 15 شخصا في ولاية بينيو وسط نيجيريا. بوتين يشيد بالسيطرة على مدينة استراتيجية وزيلينسكي يتوعد. بريطانيا وإيطاليا واليابان ترسي عقدا لبناء مقاتلة جديدة. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات الفريق العامل، دمتم في أمان الله.